السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم فيديو جديد متابعين سعاد. بصوا بقى، استنى عشان بتكلم بياكل برقوق. دلوقتي يا جماعه انا عندي الفيديو ده في قناه سعاد. انا عندي مشكله في الفيسبوك، والمفروض اصلا اي حد يحل لي المشكله بتاعت الفيسبوك. مفيش حد في الدنيا بيعرف يحل المشاكل غير سعاد الصراحه، والله العظيم بجد. لو عندك مشكله يعني مع جارتك، سعاد اللي بتحلها. في اي حاجه سعاد اللي تحلها. نزلت انا دلوقتي ايه، المفروض ان انا فاتحه اللابتوب وقالت لي انا هصور دلوقتي فيديو. فلو لو بعد الفيديو انا صورت معاه اهو، هنصوره سوا. لو بعد الفيديو مشكله الفيسبوك ما حلتهاليش، بكره هعمل بلاغ في الفيديو ده ان انا هي يعني مطلعاني بالغصب، وهشيله لها من على اليوتيوب. مين؟ انت بكره يا تعالي كيسي. شتيت يا جدعان عشان الجو خلاص بقى برد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. هتشوفي لي مشكله الفيسبوك. انا اتسرقت، ماشي؟ يعني اتسرقت. مصلحه تطلع معاك عشان الفيسبوك؟ لا لا، قرار. ده انا حبيبتي يا سعاد. لا والله هي قالت لي انا دلوقتي بجهز نفسي للتصوير. قلت لها هطلع معاكي في الفيديو نعمله سوا، بس شوفي لي مشكله الفيسبوك. بكره الفيديو ده لو اتشال من على اليوتيوب هبقى انا قدمت فيها بلاغ. بصوا يا جماعه عشان الفيديو ده ممكن يقعد 24 ساعه، بس عشان مشكلتها مش هتتحل دلوقتي. ماشي؟ مبدئيا انا بس عايزه ايه، احكي لكم حكايه. قولي. انا كنت عايزه حاجات مكرميه، ماشي تمام؟ فكنت بتصفح على الفيسبوك، والله العظيم اقسم بالله الصفحه دي انا لا كنت اعرفها ولا اعرف صحابها ولا اعرف منين اصلا كده. طلبت حاجات عجبتني. سيبك من الكلام ده. بتحبيني؟ بتحبيني؟ سيبك بس الكلام. لا بتحبيني ولا لا؟ قولي لي السؤال قولي لي بس كملي كلامك. بتحبيني ولا لا؟ السؤال ده لا والله جاوب بس عليه. بتتكسف. انت بتحبيني ولا لا؟ سؤال اسكت. سمكاته. بتحبيني لا ولا لا؟ سيبيها انجزي سؤال. انت اللي تجاوبي عليه. لا انا بسالك عشان هجاوب على السؤال. ما هو انت اللي تجاوبي عليه، انا بحبك ولا لا؟ لا انا بسالك بتحبيني ولا لا؟ لا ما هو بصي، ما انا ممكن اقول لك ايه، ده انا بحبك واكون بعاملك زفت. اه تمام؟ فالحب أيوة. ده بيبان في ايه؟ في المعامله. انت بقى احكمي على طريقتي ومعاكي ومع الكل. طب احكم عليا، انا بحبك ولا لا؟ يعني لا لا يعني هزعل ساعات. منك، هزعل. ساعات. يعني ساعات. ايوه بس انت مزعلانه من ده امبارح. انا ماليش غيرك يا البنت ماليش غيرها. البنت ساعات دي- دي ماليش غيرها. البنت دي مزعلانه من صدقني امبارح. اول مره ابص سعاد من خدها والله. احكي بقى. ماشي؟ المهم طلبت حاجات من الصفحه عادي، والحاجه جات لي ما شاء الله حلوه قوي، عجبتني. حتى انتوا شفتوا الفيديو اللي صورته انا وماما ساعتها، تمام؟ فالصفحه دي إيه، ماشي خلاص يا سليم بقى، خلينا خلاص ازعل منك، مش هديك حاجه حلوه تاني. ماشي. تليفون سيركل على دايره. فلقيت اتفاجئت ان في مندوب بيتصل بيا بيقول لي انا مندوب جايب لك حاجات، تمام؟ قلت له طيب تمام، انت موجوده في البيت؟ قلت له ماشي. بقول له طب هي الحاجات دي جايه من يعني من مين؟ فراح قال لي جايه لك من صفحه او من بيج مكرميه. انت بتقعد على الحاجه ماشي مكرميه، انا ما طلبتش حاجه. فبقول له طب ماشي، طب ثمنها كام؟ قال لي لا ثمنها خالص. يعني يا جماعه بس لو في كده ناخد صوره. تعالي بقى ناخد صوره بالحاجه دي كده. ايه ده؟ يلا شغال، سيب الكاميرا شغال. يلا بس تعالي ناخد ايوه كده. حلو. ماشي. ساعات خدي الصوره دي جامده ماشي حاضر عينيا. بص شفت العبط والله. المهم، حلوه. لقيت الحاجه دي جايه لي. انا والله العظيم والله انا لا اعرف جماعة لا اعرف بس الصفحه دي. ولا استنى ازعل منك. استني سعاد بتقول ايه؟ ايه دي؟ ضحكه جديده. دكحه بقول لك دكحه. اه تليفون هناك اهو، روح حي. ماشي؟ واحدة جديدة. انا لا اعرف الصفحه ولا ده ريفيو انا بعمله، بس انا بصراحه عايزه افتح معاكم الجفت او الهديه دي عشان اتفاجئ معاكم. الو ايه يا ضني؟ قفل يا ضنا دلوقتي يا ضنا. لا يلا بس تقفل دلوقتي عشان بصور. استنى اسلم على المتابعين. استنى كلم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير، استاذ ياسمين معايا ضني هو انت ليه ما بتردش عليها على الواتس؟ على الواتس. بعت لك قلت لك الو السلام عليكم انا ياسمين، رد ما بتردش. ما انا لما حد بيقول لي انا ياسمين قلت له لو انت معجبه بيك هيرد. لما قلت لي انا مسلم ما ارد، ما في ياسمين كتير. يعني انت في حياتك في ياسمينات كتير؟ وانت مش مسجل رقم مراتك؟ اه مش مسجلنا. عارفين يا جدعان مسجلني ايه؟ جماعة تخيلوا ايه؟ دي انتوا عارفين مسجلني ايه؟ خلاص الكرة الأرضية وجنبها قلب. ايه ده بقى؟ يعني انا ايه؟ يعني انت العالم بالنسبه يعني لي. انت الكون. يا ابو سليم يا جامد. خلصونا من يلا. من الركنه دي. استنى اقول لهم حاجة. يا ضنوني يا سليم الجامد.
يا سوري يا جامي. يلا اقفل دلوقتي يا ضني. طب البرفم بتاعي ياسمين فين؟ دلوقتي هتبرفم دلوقتي بقول لك خلاص؟ ايه يا ضني، انا البرفم بتاعي ده ممكن الم شنطه هدوم وامشي لو ما لقيتوش. بقول لك ايه يا ضني، يا ام ملك. اقفل يا ضني وهديك بختين من عندي. بس كان كده ماشي، انا عارف انت الحاجات بتاعتك اوريجينال. يلا سلام. يلا بس على طول كده. ماشي. المهم الحاجه دي جات لي اهي. انا والله ما اعرف يعني، الاول انا كنت طالبه الحاجه فالحاجه عارفه ايه اللي جاي لي، فانا ما اعرفش ايه اللي موجود دلوقتي هنا. ففي الاول يا ياسمين خمني. ما هي مكتوب اهي. ما هي لا خمني ماشي، ما هي مكرميه. ما هو مكرمية، أهو. اكيد فيها خيط اكيد يعني. بس هي مكرميه، انا ما عنديش علم غيرها. خمنوا قبل ما البتاع دي تتفتح او الطرد ده يتفتح. بس يلا. مكرميه وبرواز. لا ما اعتقدش. هي فيها خشبه، اقول لكم هغششكم. بس فيها خشبه، فيها عصايتين، مكرميتين. طب ما طيب ما تفتحش نفتح ما نفتح. طيب تفتحي معايا؟ يعني. طب هاتي حاجه. تقولي في التعليقات عشان نخمن. لا ما هي واحده ابيض. خلاص انت لازم تقطعي الكيس. ما هو كيس كده كده هيتقطع. اهي. استني طلعيها شويه واحنا بنفتح كده. خدي صوره. انت فيا يا ماما انت فيا. بقعد اقول لك كده. ايوه احنا بنفتح كده. خدونا صوره. الله، مكرميتين. لا يا شيخ استنى، امسكي الكيس. الله، بس المكرميات حلوه قوي. امسكي الكيس. بصوا مبدئيا، لا مش شرط انت سلكيها بس. اهي هي اسمها مكرميه. بسم الله. مش انا قلت اهي مكرميه. الله، الحقوا. هنقعد سليم هنا. الله. لا هنحط هنا بس. مكرمية. طيب استنى. بصي جميله قوي قوي قوي. عارفين دي تتحط فين؟ فين؟ دخل باب الشقه، في وش باب الشقه، وفين تاني؟ في الطرقه، اخر الطرق، اخر الطرقه في الوش. ما بين الاوضتين. اه والله. وتحطي سهمين يعني، دي اوضه ودي اوضه. والله احط فويل. والله زي السهومه اللي مثلا ايه، اتجاه مدينه نصر السهم كده، اتجاه مصر الجديده فوق كده يعني. الله جميله قوي صحيح. والله شكلها حلو. بس طلع دخان. لا ده الخيط. اهي مكرميه، دي مكرميه. لا جامده قوي. لا 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 والله العظيم ده احلى من اللي انا طلبته. استنوا في حاجه تانية. مفرش. لا بتاع ترابيزه شاشه. او سفره. انت ما عندكش ترابيزه شاشه، هاتيه لما تجيبي خديها. ترابيزه الانتريه عشان لا مش بس طويل. جميله يا سعيد. بصوا ترابيزه شاشه، ترابيزه شاشه. لا انتريه عريضة. والله شاشه يا بنتي عريضه. يا بنتي، شاشه العريضه. طب بقول لكم اكتبوا لنا في التعليقات دي. والله ترابيزه شاشه مش عريضه. لا مش انتريه. لا انتريه لا يا سعيد. يا بنتي طب يا ترابيزه جماعة. الانتريه عريضة مستطيله. يا جماعة استنوا، اللي يعرف دي اكتبوا في الكومنتات. يا لهوي. بتهزر. أنا بذمتك بيتكلم كده عندك. أو تعرفوا ده أو تعرفوا دي. ايوه حطوا قلب. اكتبوا في الكومنتات. كومنتات يا بولا البابا كاتبينه. بصوا العدله بتاعتها هي، انا كنت بوريها لكم من الظهر. بصوا اهي، دي شاشه ولا ترابيزه انتريه ولا اكتب سفره. سبلال ولايك وكمان اكسب ايه يا مخدود انت؟ كمان استلام ولايك. ولايك. انت طالع معايا دلوقتي. يلا يلا انتوا ابنك مش هتطلع على الميه. بس هم عمره ما قالوا اكتبوا لنا في الكومنتات اللي عندك يا سعيد. والله سليم قول لهم اكتبوا لنا في الكومنتات. اللي يعرف دي اكتبوا في الكومنتات. طب انت عندك خبر ايه وخبر ايه؟ خبر وحش وخبر حلو. احنا نختار الخبر الوحش يعني ما نروحش المدرسة. ايه ده؟ والخبر الحلو. نروح المدرسة. هو عنده خبرين وحش، عنده خبر حلو وخبر وحش. خبر وحش ان احنا ما نروحش المدرسه، والخبر الحلو ان احنا نروح المدرسه. انت بتحب انهي خبر؟ ما نروحش. الوحش. ما نروحش الوحش. ما نروحش المدرسة. لا بس انا بحب الخبر الحلو يا سليم، ان احنا نروح المدرسه. ليه انت دعيت قلت ايه في الكعبه؟ ربنا يرزقك يا ميس. طب ما دعيتش لسعاد؟ لا ما دعليش. اما ما دعاش له. ما انت كنت معاه. ما دعليش والله. اصل طالما طالعه من القلب انت مهما تقولي له، طالما اللي طلعت من القلب خلاص. انا دي في حضن كده. ياسمين. دي حاجة. يعني زعلانه منك. خدوا سكرين. ما تطلعش حطي دي في الصوره ما صح. تطلعش معايا ما تطلعش معايا تاني في القناه بتاعتي ممكن؟ لا هنطلع كل يوم. روح هنفتح ساعة قناه مع تيتا. سعاد. روح ساعة تيتا. لا روح ساعة تيتا هنا. يلا اجري اجري. خد بوكس. بس يا واد. اخليكم سابونا لوكس. ماشي. ايه ده؟ ايه الضحكه اللي بتستس دي؟ بص الضحكة دي. لا ما صوته رايح وانت يعني. صغير كنت بتعملها اكتر. ايوه صوته كان بيعملها زغلله اكتر. زي النقار الخشب. يعني اكتر حاجه عجبتك فيهم ايه؟ اكتر حاجه المفرش بتاع الشاشه. يا بنتي ترابيزه
انتري. واللي اللي عليها انك تحطي سهمين للاوض دي جامده. ايا كان هتحطي ايه بس حلوه قوي على فكره. سهمان للاوض، يلا سهمان للاوض. والله جميله قوي على فكره. قولي لامي الموضوع انتهى. عامل زي ابوه لما يجي يكون بيتكلم هيقول لك خلاص. الكلام مرفوض. قول شطب. الكلام مرفوض. سليم انت بتحب ماما قد ايه؟ ما بيحبنيش. لا بيحب سليم، بيحب سليم. حبيبي لو انت ما بتحبهاش قولنا عشان اخدها تقعد معايا وتسيبك وتقعد انت مع ضني. قلت لي ساعات بقى تعملي مشكله. بحب سبعة. بحبها. يلا يا جماعه، طب تحلي لي ساعات مشكله الفيسبوك. أنا ساعات كنت معاك. والله خلاص بقى خلاص بقى انت فيها انت خلاص انت فيها، انا هكتر معاك بقى، اسكت. أنا كنت معاك. ما تقدرش خلاص تكتر اسمعي معايا. مشكلتك. ساعات هتعملي لي سعاد الفيسبوك. هطلع ان شاء الله احاول اعملها. يا عندي مشكله. جماعه ادعوا لي لو المشكله بتاعت الفيسبوك ما اتحلتش هضطر اعمل صفحه جديده. المشكله عندها وعند امي، يعني مش عندها لوحدها. خلاص ياسمين خدت مهمتها ووقتها هي وسليم وبعدوا عني. طبعا في الاول احب ان انا اشكرك. انا والله العظيم يا جماعه انا ما كنت اعرف الصفحه ولا صاحبتها ولا اي ليا، ماليش اي ارتباط بيها خالص. تمام، فدي هديه منها، تسلم ايدك والله بجد، شغلهم حلو قوي. وان شاء الله انا برضو مش هبطل اتعامل معاكم. فلسه الفيديو ما خلص. ماشي تعالى جنبي. لسه الفيديو ما خلص، انا لسه هطلع اجرب الحاجات دي بقى، نشوف بقى نحطها فين وفين، لان انا عندي فوق برضو منها، يعني عندي فوق كذا واحده، فحابه ان انا اوزعهم بقى في كذا مكان كده واحده. فيلا نطلع نشوف بقى هنوزعهم ازاي، واقول لكم بقى البيانات بتاعتهم بالمره، لان بصراحه زي ما انا بحب ان انا اتعامل مع حد وحاجته تبقى حلوه، فبحب ان انا اقولها للناس او اشيرها للناس. الصفحه عامه اسمها مكرميه، وعندهم توصيل لاي مكان، يعني هي صحاب الصفحه دي في المنيا وانا في القاهره، فعندهم شحنه طبعا اكيد لاي مكان. نطلع بقى نحطها واحط لكم بقى اللينكات ورقم تليفونهم ان شاء الله، عشان برضو لو حد حابب يتعامل معاهم يشتري من عندهم. سليم عايز يقول لكم كلمه بس قبل ما نطلع. تعالى بحبكم. مش هزعلكوا تاني. تزعلكوا تاني؟ تبص لهم وانت بتكلمهم. مش هزعلكوا. اديهم بوسه بقى وقول لهم حطوا قلوب كتير. حطوا لايك واشتراك وكمان اكسبلور. وقلوب كتير. ايه؟ وقلوب. قلوب. تعمل معايا قلب كده. يلا. ايده صغنطوطه اهو. ماشي يلا نطلع بقى نكمل فوق. بسم الله. طبعا هنجرب في اول واحده اللي هي بتاعت الترابيزه. بسم الله. كل ده هيتشال عشان يتغسل، بس احنا بس عايزين نجرب البتاع نفسها. بسم الله. دي اول واحده، دي بتاعت الترابيزه. بصوا هي ممكن تتحط كده وممكن تتحط على السفره، فانا بصراحه مش عارفه هي بتاعت ترابيزه ولا بتاعت سفره، لحد ما اسالها نعتبر ان هي كده. تمام، الريموت اهو زي ما هو وببخر. تمام كده. دي بقى دي ممكن احطها فين؟ مكان دي. نجرب نشيل دي ونحط دي مكانها، اوريكم شكلها. وهي دي شكلها كده من بعيد، دي اللي انا حطاها، ودي اللي هي بتاعت الترابيزه. بصوا منظرها عامل ازاي. قولي كده المكان ده كويس ليها ومناسب ولا احطها على السفره. هوريها لكم برضو على السفره دلوقتي. تعالوا كده نشوف دي يعني احنا ممكن نغير فيها من وقت للتاني، نشيل دي مثلا ونحط التاني عشان التاني اصغر ونشوف شكلها. بصوا هي دي ليها كده، يعني لها حبل بتتعلق منه زي التانية، بس انا بصراحه مش عاملاها عشان طويله، صغيره كده او كده. بصوا كده، قولوا لي ده الشكل احلى ولا التاني. هوريها لكم برضو من نص الصاله، يعني دي كده تبقى في وش الباب اهي. دي احلى ولا التانية؟ هو ممكن دي شويه ودي شويه. تمام، تعالوا بقى كده نشوف التانية اللي هتتحط عند التليفون. قولوا لي كده رايكم، دي هنا كويسه ولا الكبيره؟ وعامه انا كده هحط دي شويه ودي شويه، بس دي انا ممكن اشيلها
انا كان ممكن اشيلها واحط يعني احط التانية زي ما هي واحطها هي على العمود، بس على العمود انا حاطه البرواز ده. طبعا انتوا عارفين هنا انا كنت حاطه ايه، كنت حاطه البتاعه دي لسه ما رصيتش على الحاجه بتاعتها. يعني بصوا دي كان عليها الدرع، انا لسه ما رصيتش على الحاجه بتاعتها. والبرواز التاني اللي هو مع ده اهو. يعني انتوا شفتوا كده الصاله بقت عامله ازاي اهو. ده كده شكل الصاله. هي عامه الصاله فيها البرينتر بس وبقيت الحاجه دي فيها البرينتر وبقيت ايه الركنه يعني اهو. بصوا يعني انا شايفه ان، قولوا رايكم كده كويسه ولا احط الكبير عشان البرواز ده صغير، ولا البرواز ده احطه مكان ده واجيب واحد اكبر هنا. لسه مش عارفه، فلسه ده هيترص برضو اهو. قولوا لي كده رايكم. وطبعا التانية اللي هي الجدار دي، بصوا انا هحطها هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الشنطه دي بقى فيها ايه، تعالوا اوريها لكم. هحطها هنا كده، بس ايه لازم طبعا هوريكم شكلها الاول. تعالوا بس اوريكم كده الشنطه دي فيها ايه. الشنطه دي انا كنت شايلها لماما عشان لما اروح الشقه اديها لها. استنى، ثبت التليفون عشان خاطر ايه اوريكم تتحط ازاي. بصوا بقى الشنطه دي فيها اللي انا كنت جايباها لماما اهي. دي انا كنت جايباها من عندهم بس في شقه ماما التانيه اهي. كنت جايبه الماري زيها وديتها لها، لكن دي لسه ما وديتهاش شقه ماما اصلا. يعني فين اولها من اخرها اهي. دي انا كنت طالباها منهم. بصوا عامله ازاي. دي لماما بتاعت شقه ماما، دي كنت جايباها مشترياها من عندهم برضه. دي بقى تتحط ازاي مثلا، بس طبعا انا مش هعمل المسمار دلوقتي. هتبقى كده اهو كده مثلا. ماشي اهي. حط عليها مثلا الراوتر بس هنا كده، وكل ده بقى يتشال. ايه رايكم؟ بس والله شكلها حلو. تعالوا بقى نقعد. طبعا كده انا وريتكم الحاجه ممكن تتحط فين. هو لسه مش اكيد مثلا الحاجه هنا او هنا او هنا، فان شاء الله لما ارتب بقى كل المكرميات اللي موجوده عندي هوريكم بالظبط انا علقت الستاره فين، لان الستاره لسه ما عملتهاش. دي انا كان عندي المسمار معمول، ودي نفس الكلام وكده. فان شاء الله لما اجيب حد يعمل لي بالشنيور الستاره وكل ده مره واحده هوريكم بقى كله مره واحده. هقول لكم بقى البيانات بتاعت الصفحه، لان بصراحه شغلها يستحق ان انا اعرفه يعني اوصله للناس. هي عامه الصفحه بتاعتهم اسمها مكرميه. بصوا ده الصوره بتاعتهم اهي. عندهم توصيل لاي مكان، ومش عارفه لما الناس بتشتري من بعد مبلغ كام او مثلا مبلغ كذا بيكون عندهم التوصيل او الشحن فري او مجاني. انا ما اعرفش بصراحه العروض اللي بتكون موجوده عندهم ايه، مش عارفه. لكن كل اللي هقدر اقوله لكم ان شغلهم حلو، عندهم اشكال حلوه. ممكن تقريبا اي شكل ممكن تجيبوه ينفذوه. ممكن تسالوهم في الموضوع ده، انا مش عارفه ده بيعملوه ولا لا. بس الشغل اللي موجود في الصفحه واللي هي بعتتهولي كان كتير وكان حلو. يعني الواحد كان محتار، انا نفسي كنت محتاره من اللي موجود وكده. فهحط لكم البيانات بتاعتهم ان شاء الله في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، وان شاء الله الحاجه بتاعتهم تعجبكم زي ما عجبتني ان شاء الله. يلا بقى اسيبكم بقى على خير. يا رب يكون الفيديو كان خفيف ولطيف عليكم وكان حلو وكان مناسب كمان بالمره. اسيبكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.